نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونحن على الهواء مباشرة في برنامج الحدث المغاربي، والذي يطرح اليوم بين أيدي مشاهديه وبين أيدي المحللين موضوع خالد نزار، والذي مثلما تسرب إليكم أن المحكمة السويسرية الفيدرالية أصدرت قرارا في الأخير بضرورة جلب خالد نزار لاستجوابه والرد على مختلف التهم الملاحق بها خلال فترة التسعينات. وكان في الفترة الأولى قد وعد المحكمة من أجل إطلاق سراحه بأنه سيعود بمختلف القرائن. وسؤالنا الآن بالنسبة لك أستاذ أحمد شوشان، هل في رأيك أنت خالد نزار سيعود مثلما وعد هذه المحكمة، لا سيما أنه فوجئ ربما بالقرار الأخير للمحكمة بأنه لا حصانة لخالد نزار بعد اليوم؟ أنا لا أعتقد بأنه سيعود. طيب لماذا؟ حتى ولو أراد أن يعود هو فإن الآخرين لن يتركوه، يمنعونه. سيمنعونه، نعم. لماذا؟ دعني أولا أشكر الأخ صديق دادي، بارك الله فيه. يعني نشد على يديه وأقول له يعني يستأنف القضية نتاعو الآن. في الحقيقة النظر في القضية نتاعو لم يبدأ بعد، يعني النظر في الدعوة نتاعو لم يبدأ بعد. هذا ما يعني هذه المرحلة خطوات إجرائية بس. هذه المرحلة هي فقط إزاحة الحاجز الذي كان يتحصن نزار خالد خلفه للامتناع من المثول أمام العدالة. الآن هذا الحاجز راح، وبالتالي الآن جاء دور كل الناس الضحايا اللي تعرضوا للتعذيب أن يرفعوا دعاوى. أنا من هنا كذلك أطلب من الإخوة اللي رفعوا دعوى في سنة 2002 وتم مثل ما قال الصديق كاين أسلوب كانوا يستعملوه وما زالوا يستعملوه، ولكن ما دام الحمد لله هم تحت الرصد، فأي حركة يقوموا بها يعني رايحين يتفضحوا فيها بإذن الله تعالى. الأخ عبد الوهاب قزوحة في 2002 رفع دعوى، خطفوا له ولده وداروا ابتزوه. الأخ هذا صديق حاولوا يمنعوه وهدوه. نزيد نقول في هذه القضية من حوالي 23 شاهد امتنع، يعني عبد الوهاب بن الموهوب كذلك، والأخ بن الموهوب ما تركوش يخرج خلاص لليوم. وبالتالي أنا يعني أطلب من الإخوة كلهم اللي يملكوا الشجاعة، ونتمنى كل الشعب الجزائري، ابناء الشعب الجزائري اللي تعرضوا للإهانة والامتهان من طرف هذا المجرم هذا، لأنه هو المسؤول. اسمح لي هنا نستدرك هذا الإنسان، احنا ما راناش نتكلموا عليه بصفته هذا الإنسان الذي يراه الناس الآن في التلفزيون لابس مظلة نتاع بالسعف نتاع النخيل ويتكلم مع الناس، هذا في لقاء المقبرة، وقاعد يخطبه وقاعد يحسب باللي رايح كأنه يعرف ربي رايح للمقبرة، يعني يترحم على واحد ميت وهو متسبب في قتل 4 مليون. احنا ما ناش نتكلموا على هذا الإنسان اللي راه يظهر للناس. لازم بناء الشعب الجزائري اليوم اللي ما يعرفوش هذا الإنسان راه كان وزير دفاع، وإنسان استغل هذا المنصب. أنا راني ضابط في الجيش، أنا نقيب، واتخذت قرار قبل أن تطورت الجزائر ضد هذا الإنسان. هذا الإنسان كان وزير دفاع، استغل منصبه كوزير للدفاع وفرض الوصاية على الشعب الجزائري، وضرب بالإرادة نتاعو عرض الحائط، وفرض الوصاية على الدولة الجزائرية، وفكك المؤسسة نتاعها كاملة من الرئيس إلى المجلس البلدي، ليس لوحده. فإذن هو إنسان تسبب في تدميرنا، ووضع ماذا؟ ووضع هذه الجزائر اللي رانا نشوفوا بها، هذه الجزائر الهزيلة المتهمة بالفساد على جميع الأصعدة. ولذلك نحن نحاكم هذا الطاغية، هذا المجرم الكبير. نحن لا نحاكم نزار خالد اللي راه الآن طاب جنانه مثل ما يقولوا. واضح؟ هذه أولا. ثانيا، هذا الإنسان ما يجيش لماذا؟ ما يجيش لأنه هو قال في الصحافة بأنه لم يكن مسؤول، وإنما الأجهزة الأمنية هي اللي مسؤولة. يعني يقصد بها توفيق هو اللي مسؤولة، لا رئيس المخابرات هو اللي مسؤول. نحن نقول له تعال إلى القضاء، أنت يا المطالب، نحن أقمنا الدليل بأنك أنت المسؤول. الآن تجي للقضاء يا أخي وتقول باللي مانيش أنا المسؤول، توفيق مسؤول، وتترفع دعوة ضده ويجيبوه ثاني هو. هذا هو الكلام. ما يروحش في الصحافة يقول في المكان المناسب. الآن هو مطالب أمام العدالة، ما هوش في تلفزيون النهار. يجي للعدالة ويثبت براءته ويلصق ويمسح الموس في اللي يحب، الله يسهل عليه. المهم أنه يمثل أمام العدالة ويدافع على نفسه.
ما دام قال هذا الكلام، أنا أعتقد بحكم معرفتي لهذه المنظومة المجرمة هذه لن يتركوه لا يخرج ولا يتكلم بعد اليوم. لكن هذا لن يحصنهم، لأن الأدلة اللي قائمة على نزار تقوم على غيره. وإحنا نعرفوا كما قلت لك، حنايا نتكلموا على نزار كي نعودوا نحاسبوا في نزار نحاسبوه على سنة 1992 إلى 1994 عندما كان وزير دفاع. نحن سنحاسب توفيق عندما أصبح هو اللي يحكم، ما راحش نتكلموا عليه عندما كان مرؤوس عبد النزار. فكل واحد راه عنده نصيبه في الجريمة في حق هذا الشعب، وكل واحد لازم يقدم الحساب للشعب الجزائري اليوم أو غدا، في الحياة ولا في الممات. ما رايحينش نخلوهم حتى يتحاسبوا. لماذا؟ لأن محاسبتهم ماهوش لأشخاصهم، محاسبتهم ترد الاعتبار للشعب الجزائري اللي اليوم راه ضاع. شعب يتفرج في مأساته بدون أن يتحرك، بدون أن كما راني نقول لك اليوم 2 من الناس رافعين دعوة والضحايا يعدون بمئات الآلاف. بالآلاف. دعنا نسمع الآن شهادة أخرى. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام المحامي سيد أحمد مزراق، وهو أحد المحامين الجزائريين. في يوم ما تم إبعاده هو الآخر، ولكن ليس إلى الجزائر. هو كان مقيما في فرنسا ولكنه أبعد إلى بوركينا فاسو في وقت وزير الداخلية الفرنسي شارل باسكوا. أرحب بك الأستاذ أحمد. نعم. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي للجميع. تفضل. لماذا أبعدت إلى بوركينا فاسو؟ ما هو السبب الذي دعا الحكومة الفرنسية بأن تتخذ ذلك القرار؟ والله لحد الآن لا أعرف السبب، يعني ما عدا ما كتب في ورقة الإبعاد النفي، يعني احتكاك أو العلاقة بحركة إرهابية، ولم يعني لم يذكر اسم هذه الحركة. نحن قلنا ربما هم يعنوا بذلك، يقصدون بذلك الجبهة الإسلامية، انتماءنا للجبهة الإسلامية أو دفاعنا عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ. أما ما عدا هذا لا أعرف السبب، لأنني لم أقم بأي عمل أو أي فعل يعني مخالف للقانون الفرنسي أو يعني سبحان الله كنت أمارس مهنتي كمحامي بصفة قانونية، حتى وجدت نفسي مبعد في إقامة الجبرية في اللوراك أولا، ثم في سكنة فولومبري، ثم مبعد في إفريقيا، والآن أكثر من 18 سنة يعني في هذا الوضع، يعني إقامة جبرية ومعي حراس عسكر يعني جنود، ولا أتمتع بحريتي. وهذا هو يعني كيف تلقيت وأنت محامي وناشط حقوقي، كيف تلقيت هذا القرار، هذا الخبر الجديد الذي تداولته وسائل الإعلام في الخارج والداخل في الجزائر طبعا، قرار المحكمة السويسرية الفيدرالية بضرورة جلب خالد نزار لمثوله أمامها للأجوبة على مختلف الأسئلة والتهم اللي هو متابع بها؟ تلقيته يعني قرار طبيعي، ويعني مطابق للمواثيق الدولية وللقانون السويسري. وعلى كل حال لا أحد يستطيع الإفلات من عقاب القانون، خاصة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. يا أستاذ أحمد، هل سبق لك أن تقدمت أنت الآخر بدعوى أو شكوى؟ أنا تقدمت بدعوتين. أيوة. الأولى في باريس أمام المدعي العام في أبريل 2001. نعم. وهو قد كان يعني لاذ بالفرار، فر من هناك، وبقيت الدعوة لحد الآن ليست ملغاة ولكن نائمة فقط، معلقة. يمكن تفعيلها في كل وقت. ولهذا هو خالد نزار ما رجع إلى فرنسا منذ ذلك الوقت في علمي على كل حال. الدعوة الثانية في مدريد في إسبانيا أمام المحكمة الجنائية التي تسمى أودينسيا ناسيونال
دو مدريد. تلك الدعوة لا زالت يعني قائمة، وإنما طلب منا ذلك الوقت يعني مراسل في إسبانيا. لازم صاحب الدعوة أو المدعي العبد لله يكون ممثل بمراسل في إسبانيا. أنا كلفت شخص ولكن لم يقم ولهذا بقيت المسألة نائمة لحد الآن. والدعوة ما زالت يعني ممكن تفعيلها أيضا كالدعوة الأخرى كدعوة باريس. وعلى كل حال هؤلاء الناس يعني الذين ارتكبوا، ولا الدعوة لم يعني أقدمها بخالد نزار فقط، هم كانوا جماعة منهم فضيل العماري، تواتي محمد، غزيل، وكل من شاركهم في الجريمة. هو على حسب ذكرك وبعد أن ذكرت هذه الأسماء، فمحامي ترايل هذه المنظمة الحقوقية الدولية قال أن هذا القرار يفسح المجال ويفتح الأبواب لجلب مسؤولين آخرين، فالمسؤولية لا تتعلق فقط بنزار وإنما ربما يستقدم كذلك مسؤولون آخرون. ما رأيك؟ صحيح، لأن هي في الحقيقة هو الباب كان مفتوح قبل هذا القرار، وإنما هذا القرار يعني بمثابة التذكرة يذكر الناس بأن المجرمي الحرب والمجرمون الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية يعني ليس لهم ليس هناك تقادم في ارتكاب هذه الجرائم، وليس هناك لا حسنة ولا تقادم. لكن هناك من يظن أن هذه الجرائم قد أكل عليها الدهر وشرب، يعني سقطت في التقادم. هو هذا غير صحيح. الأبواب مفتحة لكل ضحايا هذه الجرائم، يستطيعون أن يرفعوا دعاوى ضد المجرمين في كل مكان، خاصة الآن الاختصاص الدولي يعني يسموها لا كومبيتونس يونيفرسال. ولكن أستاذ أحمد بالنسبة للجزائر نعم. هم يحاججون اليوم باسم المصالحة الوطنية، يقولون بأن المصالحة الوطنية قانونها قال أنه لا متابعة لمن تورط في تجاوزاته، مش عمليات كبرى. قالوا بعض التجاوزات لا يمكن محاسبة هؤلاء، وبالتالي يقولوا أنه لا يمكن أن نرفع أي دعوة قضائية ضد المسؤولين، ضد العسكريين، ضد الجنرالات، ضد كل من تورط فيما كنا نتحدث فيه. ولكن المواثيق الدولية عندها نفوذ أكبر من أو قيمتها أكبر من قيمة المصالحة. المصالحة هي يعني ربما صالحة بالجزائر يعني. أما هناك مواثيق دولية يعني تنص العكس، أن لا مصالحة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والمصالحة التي تهمل واجب الحقيقة والعدالة، والمصالحة التي تكرس الظلم والعقاب في حق جرائم خطيرة، يعني هذه مصالحة مكتوب لها بالفشل يعني. طيب أستاذ أحمد، لا يمكن أن تنجح أبدا. أستاذ أحمد، نعم، ضيفي هنا في الاستوديو يقول إن هذا القرار لا يخص فقط خالد نزار، بل هو بين ثناياه يخفي مسألة خطيرة جدا، وهي إدانة نظام جزائري كثيرا ما غطى هذه الأعمال الوحشية التي كانت تجري في فترة التسعينات. هل لديك من تعليق؟ صحيح، لأن خالد نزار ليس هو وحده الذي ارتكب هذه الجرائم التي راحت ضحيتها الجزائر. يعني خالد نزار ومن معه من جنرالات والنظام كله يعني مدان متهم بارتكاب هذه الجرائم. نعم أستاذ أحمد سي مزراق المحامي الجزائري
الموجود الآن في بوركينا فاسو. أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك في إثراء هذا الموضوع. إذن أستاذ أحمد شوشان، مثلما كنت تستمع الأستاذ أحمد سيمزراق الموجود الآن في بوركينا فاسو قال أنه المصالحة هذه خاصة فقط بالجزائر ولا تعني القوانين الدولية التي بإمكانها أن تجلب أي أحد. المصالحة في الحقيقة هي حتى المصالحة حتى داخل الجزائر كانت بين المجرمين، يعني المجرمين تفاهموا مع بعضهم وخلاص. يعني أما الضحايا من الذي استفاد؟ من الذي استفاد؟ الناس الذي أنا أقول لك شيء، الناس الذين لم يرتكبوا أي جرم فقط لأنهم اتخذوا مواقف سياسية أو مواقف مبدئية ضد هذا النظام أو ضد الظلم أو ضد هؤلاء الناس اليوم ممنوعين، لا تعنيهم المصالحة وغير مرغوب فيهم. نعطيك مثال بسيط جدا نعاودها ونكررها، ممكن كاين ناس يملوا منها، نحن لا نمل من الحق. الأستاذ عبد الحميد إبراهيمي مجاهد وضابط في جيش التحرير ورئيس وزراء سابق قال كلمة ما شملتوش المصالحة، لم يقتل أحد. الرئيس نفسه وسطت مع الرئيس المشفع له. ايش من مصالحة وايش من ما كان مصالحة ولا شيء، كاين تفاهم بين مجرمين للتغطية. واليوم نراهم ما شاء الله الناس اللي كانوا يقتلوا في الجزائريين يدافعوا على اللي كانوا يقتلوا من النظام، نفس الشيء. لكن الناس الجزائريين اللي كانوا قلوبهم على بلادهم وقلوبهم على شعبهم وما تورطوش وما قتلوش وما دخلوش ولا كانوا سياسيين ولا كانوا مناضلين في حزب، هؤلاء الناس إلى الآن مستهدفين. إلى الآن مستهدفين. ما المصالحة ما عندها حتى قيمة. المصالحة خلاص يعني كانت مشروع بوتفليقة دار فيه 3 موندات نتاع رئاسة ورد الجزائر يعني اسطبل لكل الشواذ ولكل الفساد، وهذه هي الحكاية. ما كان مصالحة ولا شيء. يعني هذه المصالحة مديورة فقط باش الفساد يستشري في الجزائر يعني بدون مقاومة، وهذا هو. طيب الآن مشاهدينا الكرام ينضم إلينا الأخ مصطفى غزال وهو ممثل عائلات السجناء السياسيين في الجزائر. أرحب بك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا. في أرحب بك طبعا. في الذكرى الخمسينية الاستقلال كانت تدور في الجزائر طبعا مسألة أنه بإمكان رئاسة الجمهورية أن تصدر عفوا عن هؤلاء المساجين، ولكن في الأخير لم يظهر شيء. الحقيقة كنا ننتظر في مناسبة الخمسينية نعم أن يتم إطلاق سراح المساجين السياسيين، أو على الأقل تخفيف العقوبة، أو إطلاق بعض المساجين السياسيين الذين ما يزالون في السجون منذ 20 سنة وعائلاتهم كانت على أحر من الجمر في انتظار هذا القرار، خصوصا وأن الصحف طالعتنا على وجود مساعي من رئاسة الجمهورية في بعث بعض الأئمة الاتصال بهؤلاء المساجين وأخذ تعهدات منهم. نعم. في يعني في عند الخروج من السجن، وكانت الناس تنتظر، يعني حتى أن بعض المساجين أصيبوا يعني بانهيار عصبي خيبة من بعد تفويت هذه الفرصة، فرصة الإفراج عن المساجين السياسيين. طيب أخي مصطفى، وأنت ممثل للسجناء السياسيين، هناك من يقول إن هؤلاء ليسوا سياسيين في شيء وهم إرهابيون شاركوا في عملية إرهابية وبالتالي تم الزج بهم في السجون. وش رأيك أنت فيه؟ الحقيقة الواقع أن هؤلاء الناس الحقيقة نسيوا وتناستهم الأحداث وتناستهم الأيام، هم من خيرة أبناء الشعب الجزائري، من الإطارات الجامعيين، فيهم الأساتذة الجامعيين، فيهم المهندسين، فيهم من مارسوا التعليم منذ 30 سنة. يعني في ذلك الوقت كاين بعضهم اللي كان عنده 20 سنة تدريس وربوا أجيال. وهؤلاء الناس إذا كانوا ليسوا سياسيين فماذا هم؟ يعني الإنسان الذي اعتقل بتهمة وهمية، تهديد أمن الدولة،
ولا التآمر على أمن الدولة ثم يحكم عليه بالإعدام أو بالمؤبد بدون أي فعل قام به، بدون أي فعل، وأركز على هذا الأمر، بأي إجراء، مجرد النية، شبهة، يعني اعتقلوا بسبب نياتهم، بسبب يعني بسبب انتمائهم السياسي. طيب أستاذ مصطفى ماذا وتناسوا في السجون. نعم أستاذ مصطفى، ماذا عن السجناء العسكريين؟ نعم، ماذا عن السجناء العسكريين؟ كنا نتحدث عن السياسيين، فماذا عن السجناء العسكريين؟ هل أطلق سراحهم المعاملة؟ العسكريين يا أخي، نعم، الذين حكموا في المحاكم العسكرية لم يستفيدوا إطلاقا من قانون المصالحة الوطنية. طيب. لم يستفيد ولا واحد منهم، من السجناء العسكريين والله الذين حكموا في المحاكم العسكرية لم يستفيدوا من قانون المصالحة الوطنية، رغم أن القانون لا يفرق ما بين العسكري والمدني، ويفرق بين الذين حكموا في المحاكم العسكرية وبين الذين حكموا في المحاكم المدنية. طيب إذا كان عندك معلومات، ما هي التهم التي اتهم بها هؤلاء؟ أغلبية التهم أيوة هو أولا التآمر، يعني شخص يكون كاين بعض التهم التي أعلمها بعض الإخوان الموجودين في السجون، حضروا مأدوبة عشاء بين عسكريين ومدنيين وتحدثوا عن الأحداث السياسية التي كانت تعيشها البلاد في سنة 1992، وكان الوضع أو التحدث عن الأوضاع السياسية في ذلك الوقت. فكانت التهمة هي التآمر على أمن الدولة، وحكم عليهم بالإعدام فردا، وما زالوا لم يستفيدوا من قانون المصالحة الوطنية. وهذه فضيحة سياسية، هذه الحقيقة، هذه المسألة هذه يعني للأسف الشديد لم تتداولها لا وسائل الإعلام ولا المنظمات الحقوقية، وتنوسيوا هؤلاء الناس في السجون منذ 20 سنة. في بعضهم فر من السكنة لأنه كان من الإسلاميين، العسكريين الإسلاميين، لا يستطيع أن يتماشى مع رغبة السلطة في الانقلاب على اختيار الشعب. كان إسلامي متدين يصبو إلى دولة جزائرية ديمقراطية في إطار المبادئ الإسلامية. فعندما اتخذ القرار المشؤوم من طرف الانقلابيين في ذلك الوقت، ومن بينهم خالد نزار، عندما اتخذوا قرار الانقلاب على اختيار الشعب، وجد هؤلاء العسكريون تناقضا أو حرجا في أنفسهم، فلم يستطيعوا أن يواجهوا شعبهم، ولم يستطيعوا أن تكون هذه المؤسسة، مؤسسة جيش الشعبي الوطني، سليلة جيش التحرير، أن تكون في يوم من الأيام ضد اختيار الشعب. فوجد هؤلاء العسكريون وهم من الضباط المثقفون وجدوا حرجا في مواجهة شعبهم وفي مواجهة اختيار شعبهم، ولهذا لجأوا إلى الفرار من السكنات. الفرار من السكنات هذا موقف سياسي، هذا الموقف لا يستطيع أن يقوم به إلا شخص قد يعني ملئت جوانحه بقناعات سياسية، بقناعات شرعية. طيب أستاذ مصطفى، أن يفر الإنسان من سكنة وهو يعني بمبادئ يعني وضعية. طيب أستاذ مصطفى، ما هي قراءتك لهذا القرار الصادر من قبل أو الصادر عن المحكمة السويسرية الفيدرالية؟ ما هي قراءتك لهذا الحكم الصادر لهذا القرار؟ الحقيقة أن هل لديه علاقة هل بإمكاننا أن نقرن بين هذا القرار الصادر من قبل المحكمة في سويسرا وعلاقته بالمساجين السياسيين الذين هم قابعون في مختلف السجون الجزائرية؟ الحقيقة أن الجرم الذي قام به الانقلابيون في سنة 1992 كان جرما كبيرا على الشعب الجزائري، وأدوا بالبلاد
الى 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 دمار الى دمار والى اقتتال مدمر، وادخلوا البلاد في نفق مظلم انجر عنه اكثر من 200 ألف قتيل، وبحجة إنقاذ الجزائر من التطرف الإسلامي ورط الانقلابيون الشعب الجزائري، واستطاع الانقلابيون من أمثال خالد نزار أن يورطوا الشعب الجزائري في اقتتال دامي وتوريط مؤسسة الجيش الشعبي الوطني سليل جيش التحرير، ورطوه في مشكلة وطنية، وزجوا بقوات الجيش وشباب الخدمة الوطنية في حرب مجهولة العواقب ومجهولة الدوافع، كانت نتيجتها أكثر من 200 ألف قتيل من الشعب الجزائري. وبحجة إنقاذ الجزائر من التطرف الإسلامي ورط الانقلابيون المجاهدين ورجال الدفاع الذاتي والحرس البلدي، وحركوا فيهم مشاعر الدفاع عن الوطن وإنقاذ البلاد من الإرهابيين، فورطوهم في اقتتال دامي هم في غنى عنه. وبحجة كذلك الدفاع عن الوطن من التطرف الإسلامي ورط الانقلابيون أمثال يعني زعماء مثل محمد بوضياف الذي اتخذ قرارات خاطئة مثل فتح المحتشدات ومحتشدات الصحراء وحل الجبهة الإسلامية. مصطفى غزال ممثل أسر المساجين السياسيين في الجزائر، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف طبعا من الجزائر، أشكرك جزيل الشكر. إذن أستاذ أحمد، هل في رأيك أنت بالنسبة للسجناء هؤلاء المساجين السياسيين اللي هم الآن في السجون الجزائرية، هل السلطة مسكتهم على أساس أنهم حجة بأيديها ربما في يوم ما تطلق سراحهم؟ تريد أن ما أدري لماذا بالضبط للآن لم تطلق سراحهم ولم تتخذ أي موقف حولهم، رغم أنه قسنطيني هذا المحامي اللي أسسته الحكومة قدم عريضة رسالة خليها ما أعرف كيش تقول وصلها رئاسة الجمهورية على أساس أنه لا بد من إطلاق سراح هؤلاء، ومرت الذكرى ولم يطلق سراحهم. في الحقيقة أنا أعتقد بأن الناس اللي ما زالوا في السجون من الذين تم اعتقالهم يعني في التسعينات، المبرر الوحيد لعدم إطلاقهم في اعتقادي حسب ما أعرف يعني هذه السلطة هذه والناس اللي يتحكموا فيها هو أن هؤلاء الناس هم شهود إدانة مباشرة لهؤلاء الناس للنظام. يعني هؤلاء الناس اللي ما طلقوهمش، أنا نعرف بعض منهم، أنا أعرف مثلا الناس بعض منهم ما طلقوهمش لأنهم رايحين يكونوا شهود ضد النظام ويثبتوا. مثلا كاين الناس اللي ما طلقوهمش، أنا أعرف واحد من الناس اللي ما طلقوهمش كان في من المجموعة نتاع المطار مثلا. أيوة. تقريبا هذا يشكل خطر، شاهد خطير، ما كان حتى مبرر يعني لبقائه في السجن غير أنه إذا خرج يشهد، وإذا شهد يعني راح يفسد، راح يشكل يدير مشكل للنظام. وبالتالي أنا أقول بالنسبة للناس المساجين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، لازم الشعب الجزائري يفهم بأن هذا النظام ما رايحش يطلق سراح السجناء منه ورايح راح يزيد يسجن من الجزائريين ويعاود يدخلهم سجن. هذا الشيء لازم يعرفوه. يعني النظام الآن راهو في المرحلة الثانية بعد ما استكان الشعب، بعد ما عاد النظام يفعل ما يشاء، بعد ما عاد نزار يخرج وباغي يجعل الجزائر تاريخ جديد، والناس ساكتة. هذه المساجين والمظالم، المساجين اللي راهم الآن في السجن والمساجين اللي راهم بداوا يدخلوا الشباب الآن مساكين، الشاب اللي يتكلم راهم يدقوه في السجن والناس قاعدة تتفرج. إذن راه الحل الوحيد، أنا نقول بهذه المناسبة لنا في رمضان، الحل الوحيد هو أن يعي الشعب الجزائري بأن القضية راه مش قضية أشخاص،
وما هيش قضية ثارات من أفراد، وإنما هي قضية شعب وقضية وطن. على الشعب الجزائري أن يتحمل المسؤولية تاعو. كيفاه يتحمل؟ الله يسهل. لازم الشعب الجزائري أولا وقبل كل شيء يوعى يا أخي، يوعى الناس. مثلا نعطي مثال بسيط، هذه القضية الآن ما دام الحاجز للدعوة إلى محاكمة نزار سقط، المفروض كل الناس، أي إنسان يستطيع أن يصل إلى أي عدالة في الجزائر خارج الجزائر في أي مكان، الله يسهل. المهم الناس تقدم دعاوى، ترفع دعاوى ضد هؤلاء الناس. لا يهمكمش انتم يحكموا عليهم ولا ما يحكموش عليهم، المهم أن الشعب يطالب بمحاكمتهم، هذا هو أهم شيء. فإذا كان الشعب الجزائري وصل إلى هذا المستوى من الوعي، فإن هذه الأزمة تبدأ إن شاء الله في الانطواء. أول شيء يجب أن يقتنع الشعب الجزائري بأن الأزمة نتاعو بدات عندما هؤلاء الناس صادروا سيادته، صادروا حريته، ومشاوه في الإطار اللي يحبهم. طيب لازم كسؤال أخير، لم يبقى لدي كثير من الوقت. نعم. الأخ صديق دعدي كان يتكلم من جنيف، وهو أحد رافعي الدعوة نعم. القضائية ضد خالد نزار. طلب من كل ضحايا هذه الأزمة، ضحايا هذه العشرية السوداء، ضحايا هذه الفترة، فترة التسعينات، بأن يتوجهوا إلى القضاء نعم. وأن لا يخشوا في الله لومة لائم، بأن يدفعوا حقائق ما كانوا يعيشونه هناك في الجزائر. هذه التظلمات يطرحونها ويجعلونها بين يدي القضاء الدولي. نعم. ما هي رسالتك أنت للضباط وللعسكريين ولكل من كان يمارس مثل هذه الأعمال؟ ما هي رسالتك لهم؟ نعم، أنا أقول بأن اليوم لو نجي نحصي الضباط وصف الضباط والجنود اللي راهم في حالة تقاعد ولا في حالة تسريح من الخدمة، راهم يعدون بعشرات الآلاف إذا ما همش بمئات الآلاف. يعني راهم مئات الآلاف أو عشرات الآلاف على الأقل من الجزائريين تم استعمالهم في هذه المجزرات وكانوا شاهدين التاريخية وكانوا شاهدين عليها. الحقيقة إذا كان ما كانش فيهم واحد يعني يتحلى بالشجاعة لإبراء ذمته في هذه الدنيا، ما كان حتى واحد راح يمنع، ما كانش اللي راح يمنع، اللي ما خلص هنا يخلص عليه. وبالتالي كل إنسان يستطيع